لو جبتي البطيخة وطلعت قرعة ما ترميهاش، ولو طلعت برضو حمرا زي ما انت شايفة كده ومسخة وطعمها وحش جدا برضو ما ترميهاش. تعالى اقولك هتعملي بيها ايه. بصي يا ستي، الميلك شيك القمر ده من عصير البطيخ، طعمه تحفة جدا. ما كنتش متخيله انه يطلع حلو كده، بجد رهيب جدا من البطيخ اللي كنا هنرميه. وكمان هعمل وصفه تانية بس هعملها لكم في فيديو تاني. يعني انا ما عملتش البطيخه كلها وصفه واحده، ده البطيخه بتاعتي طلعت قرعه، دي نص البطيخه، النص الاول اترمى، قلت الحق النص التاني بقى. قطعتها زي ما انتم شايفين بالبذر زي ما هي، حطيتها في الخلاط على كوبايه من الميه وما حطيتش اي سكر. فرمتها كويس قوي ونزلت بيها في المصفى اصفيهم كويس قوي عشان اطلع اي بذر فيها. نزلت كده بقى بالكبشة كده، دي بتنزل معايا جدا اي حاجة بصفي بيها، اي حاجة بصراحة بتعجبني قوي. تمام، هنصفيه كويس قوي. دي كمية عصير البطيخ اللي طلعت معايا. انا مش هعملها كلها في الوصفة دي، انا سمتها هعمل منها وصفة تانية هنزلها لكم ان شاء الله بعد كده. تمام، انا قسمت كمية العصير، اخدت نص كمية عصير البطيخ بس، نزلت بيه تاني في الخلاط. هنزل عليهم بقى بكوباية من الحليب، وهنزل بقى بالسكر. هظبط السكر طبعا، تظبط السكر على حسب رغبتك. وهننزل كمان بمكعبات من التلج وكيس كريم شانتيه. لو هتحطي كريم شانتيه اكياس زي كده خلي بالك ان بيكون محلى، فاعملي حسابك وانتي بتضيفي السكر. خلاص كده هنشغل بقى الخلاط تاني ونضرب الكلام ده كله مع بعض كويس قوي لحد ما يوصل معانا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وهيبقى معاكي احسن واسرع ميلك شيك ممكن تعمليه، احسن من اللي بيتقدم في الكافيهات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الشير واللايك.